شكرا للزميل العزيز مؤمن عبد الغفار لتعليق الاحداث الشوط الاول من مباراه النصر التعدين الزمالك يتقدم بهدف مقابل لا شيء عن طريق ايمن حفني في الدقيقه 22 من عمر المباراه. هذا هو الهدف. هناك كلام في هذا الهدف، وايضا هناك ركلتي جزاء مهدرتين بالنسبه لنادي الزمالك. الاولى نفذها ايمن حفني وكانت فوق العارضه، والاخرى نفذها ستانلي وتصدى لها مصطفى عبد الستار حارس مرمى فريق النصر للتعدين. انتهى الشوط الاول بتقدم الزمالك بهدف مقابل لا شيء في ارضيه ملعب لا اسوأ من هذه الارضيه في الدوري المصري الممتاز. وصادف هذا الملعب مباراه انبي مع نصر للتعدين، وكانت المباراه وكانت ارضيه الملعب في احسن حال واحسن ما يكون. كابتن علاء، صلاح ريكو ثالث في وسط الملعب ناحيه اليسار. كمل. لا عايز ازود على الملعب الكره الحمراء اللي بيلعبوا بيها دي. يعني انا شايف ان الكره برضو بتلعب بيها المباراه مباراه كبيره في الدوري العام، ما اعتقدش اللي هي يعني تليق بمباراه دوري ممتاز يعني. وعلى اعتقد ان هي سبب مباشر في اللي احنا بنشوفه في صحيح مع الارضيه، فالوضع صعب جدا يعني. نعم. يعني كره غريبه جدا يعني. انا عايز اعرف فركتها ايه كمان يعني. لا ما تقدرش تحدد. وضربات الجزاء اللي اتشطت يمكن ايمن حفني برضو ممكن تكون خفيفه زياده عن اللزوم، وده الوارد طبعا. اللي هي طلعت بالمنظر ده، لان ايمن حفني ما طلعهاش بالمنظر ده. واستنلي برضه نفس الكلام يعني. نعم. كره خفيفه جدا. ثالث وسط الملعب صلاح ريكو ناحيه الشمال. يعني انا زي ما حضرتك قلت لك في بدايه المباراه، صلاح ريكو في الجنب الشمال لان مواصفاته بتقول كده. زائد ده سيستم الكابتن مؤمن سليمان. تمام. هو دلوقتي في حيره، هل هو يكمل بنفس السيستم ولا ممكن يغير في خلال الشوط الثاني؟ لكن الشوط مش هيطلع احسن من كده. كارضيه ملعب، كاداء فرقه كلها متكتله في نص الملعب، لكن قدرات لاعبي الزمالك قادرين يفكوا التكتلات. لكن زي ما برضو قبل المباراه كابتن اشرف كابتن علي قالوا اللي هو فرقه التعدين متواجدين لكن بدون رقابه بدون التزامات. ما هو يعني انا موجود يعني، لكن ايه المهم اللي انا واقف عشانها؟ هل اضغط؟ هل اراقب؟ هل اقفل؟ هم متواجدين نص الملعب، لكن ما فيش الحته الاخيره اللي هي مطلوبه منهم كاداء دفاعي. نعم. تمام. ومتواجدين كلهم في نص الملعب. انا حتى قلت يمكن بعد الجول ما جه ممكن يزيدوا من قدام شويه، لكن لا، هم متواجدين في نص الملعب. نعم. لكن قدرات لاعبي الزمالك، ويمكن قلت لحضرتك قبل المباراه يا كابتن، مش هيبقى في انسجام بين لاعبي الزمالك، ان هم في مجموعه جديده كتيره، لكن قدرات اللعيبه هي اللي هتحسم وخاصه في قلبي الدفاع بالنسبه للزمالك. بس نعم. هيثم مصطفى في الحاله الدفاعيه بالنسبه لفريق نصر التعدين بيرجع خامس مع احمد اسماعيل واحمد عبد الموجود واسلام سيام وحسام عبد الصبور. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، تعليقك على مستوى ايمن حفني وشيكابالا في الشوط الاول. لا، انا لما حاجه اتكلم على النصر للتعدين اتكلم بشكل عام على الفرقه زي ما قلت لك في البدايه ممكن يعملوا شيء مبالغه ان هم يهاجموا نادي الزمالك من البدايه، وده طبيعي لان هو ما فيش حاجه يبكي عليها. هو عارف ان هو ممكن بنسبه كبيره هيهزم في اللقاء، لكن دي كره القدم. وعلشان كده هو استفاد من عمليه التهاون من لاعبي نادي الزمالك، وخصوصا في خط الظهر بيلعبوا بشكل في نوع من التهاون او استهانه بالخصم. عشان كده النصر التعدين وصل في ال 18 كان ممكن يسبب مشاكل يعني. فالمفروض ان على لاعبي نادي الزمالك انه يكون في احترام لامكانيات فريق النصر للتعدين. انت بتوصل وانت اعلى منهم فنيا وعندك قدرات اكتر منهم، لكن كره القدم ما بتعترفش الا بالجهد اللي جوه الملعب. صحيح. طبعا النصر للتعدين بيحاول على قد الامكانيات اللي موجوده عنده وعند لعيبته مع احترام الكامل ليهم، محاولاتهم يعني بعيده عن الايجابيه الا من اخطاء لاعبين الزمالك. يعني اللي هيعمله النصر للتعدين هيحاول ان هو يستفيد من اخطاء لاعبي نادي الزمالك. نعم. نادي الزمالك لما بيشتغل في بدايه اللقاء كان في عمليه ضغط على مدافعي ولاعبي النصر التعدين، قدر ان هو يوصل من داخل منطقه ال 18. بس نادي الزمالك لازم يبقى عنده نوع من التنوع في الهجمات. هو دلوقتي مصمم ان هو يخش من القلب، يعني بيحاول من ستانلي وصلاح ريكو ان هم يحاولوا يلعبوا من العمق. ضربتين الجزاء، ضربه الجزاء الاولى طبعا هي ضربه جزاء صحيحه لان الايد هي اللي راحت للكوره مش العكس. نعم. ضربه الجزاء الثانيه طبعا حارس المرمى طلع على
ستانلي، وتعامل مع اللاعب مش مع الكره، لان الكره كانت عدته. والهدف تسلل ولا صحيح؟ الهدف يعني بص، هي لازم تتجاب صح. هل هو مشارك ستانلي في الكره ولا لا؟ لان الكره كانت داخله الجون والحارس ما كانش هيقدر يوصل لها. لكن هل هو مشارك؟ هل هو لمس الكوره؟ هل هو حجب الرؤيه عن ستانلي؟ هي دي الحاجات اللي لازم تحكيميا يعني يتعامل معاها. لكن هو الزمالك قريب ان هو يجيب اهداف، لكن ويتعامل مع المباراه بجديه اكتر. يعني نادي الزمالك لازم يتعامل مع المباراه بجديه اكتر، لعيبه نادي الزمالك لازم يتعاملوا بجديه اكتر. واضحه في لعيب مغطي هنا، في لعيب مغطي. اللاعب اللي على الشمال لا احنا ما بنتكلمش على التغطيه، لكن انا بتكلم على هل هو حاجه برؤيه حارس المرمى. تبقى اوف سايد. هو الاثنين على خط واحد. لكن طبعا ضربه الجزاء الاولى اللي ضاعت من ايمن كان لازم يبقى فيها تركيز احسن من كده. نعم. لان لو دخلت يعني لو نادي الزمالك قدر ان هو يحرز هدف في بدايه اللقاء كان الموضوع هيختلف تماما. من وجهه نظري برضو لو سالتني ممكن يكون في تغيير في الشوط الثاني بالنسبه لنادي الزمالك. تغييرات. اوكي. كابتن علاء. ايه الزمالك شوط وحش، مش عاجبني خالص. طبعا ملعب والكوره والكلام اللي قاله كابتن علاء وكابتن اشرف. وصلاح ريكو الاول عايز اسالك سؤال، يعني في الشمال ولا في والله صلاح ملوش مكان. ابقى بشوف اليمين وبشوف الشمال وبشوف قدام. مش عايز ازعلك كابتن علاء. بص ولا حاجه، هو صلاح يعني في اوقات كتير قوي كان مثلا بيروح ناحيه اليمين لقدام او ناحيه الشمال، لكن هو ملتزم بالجنب الشمال اكتر. تمام كويس، مش ما بيلعبش تحت راس حربه اللي هو ستانلي، لكن اللي بيروح في المكان ده كتير قوي شيكابالا. يعني شيكابالا يعني لو سالتنا على نجم الشوط الاول بالنسبه للزمالك هو شيكابالا. الباقي اداء وحش قوي، اداء فيه فرديه عاليه جدا خصوصا من ايمن حفني. يعني ماشي انت لعيب مهاري وكل حاجه ولعيب حاجه الواحد بيحب يتفرج عليها، لكن بيبالغ قوي في الاحتفاظ بالكوره. ما انا مش لازم ابقى مهاري، لازم كل كوره اروح مروغ واحد واثنين ما ينفعش، ما مش كوره برضه ما ينفعش. يعني اللي عامل شكل الزمالك كده احتفاظ بالكوره كتير قوي، التحرك على الاطراف ما فيش تقريبا منعدم. يعني لو جبت كل الخطوره اللي عملها الزمالك بضربتين الجزاء هتلاقيهم من قلب 18 من العمق زي ما اشرف بيتكلم، كلهم من العمق. نعم. فين الاطراف بتاع الزمالك مش موجود، عشان كده مش موجود ولا خالص. مصطفى ابراهيم ما حسش بيه، وناصف من بعيد قوي. عشان كده تامر كل هجمات زي ما بص منين كلها من القلب. شيكابالا ناحيه الشمال هو اللي عمل الكره دي، وشيكابالا هو سافر ضربه الجزاء الاولى كويس. لكن كل الزمالك كل لعبه من القلب. عشان كده التكتل اللي عامله التعدين هم يعني لحد الان لحد كبير قوي ناجحين يوقفوا خطوره الزمالك، لكن شكل الزمالك مش حلو. وبعدين في نقطه واضحه جدا، الانسجام بعيد، وده احنا كنا متوقعينه النهارده. انسجام اللعيبه مجموعه اللعيبه مع بعض مفيش انسجام، ويمكن برضو الملعب مأثر عليهم قوي. وحته بس الثلاثي الايمن ما لهمش عذر، ايمن حفني وشيكابالا وستانلي ما لهمش عذر. انا بقول لك هو اللعب مش كويس، عشان كده عشان الاحتفاظ بالكوره الملعب والكوره الحركه وحشه قوي. تحس ان اللعب بتاع نادي الزمالك مش هو، يعني بالعكس لو الشوط الثاني لعب الزمالك لعب الكره السهله اعتقد هيبقى الفرص اكتر من كده والشكل عام اكتر من كده. نعم. تغييرات بالنسبه لفريق الزمالك كابتن علاء، هل ممكن يكون رمزي خالد دور في الشوط الثاني؟ ممكن يكون مايوكا على حساب ستانلي؟ مصطفى فتحي التغيير الامثل؟ ممكن يكون رمزي خالد ينزل في نص الملعب في جنب الشمال مكان ريكو. وارد. وممكن لو مكان مين؟ مكان ريكو اللي بيلعب في جنب الشمال. وممكن برضو مايوكا ينزل كراس حربه ويبقى شيكابالا وايمن حفني ويسلم من تحتيه لو كابتن مؤمن طمع اكتر من كده في المباراه. لكن انا شايف اللي هو ما فيش خطوره عليه لانه نص الملعب عنده متواجد يعني. نعم. فممكن في الحاله دي يبقى رمزي خالد في نص الملعب جنب الشمال مكان ريكو. كابتن اشرف بالنسبه محمد نادي ممكن يكون له دور في النصر التعدين مكان رمضان ربيع اللي كان بدا بيه كل المباريات الماضيه كابتن حماده الاسلان، وايضا تغييرات الزمالك. هو طبعا العامل البدني هيبقى ليه تاثير كبير جدا على النصر التعدين في الشوط الثاني بنسبه كبيره. يعني التغييرات هتبقى من الاجهاد اللي ممكن يصيب لاعبي النصر التعدين. نعم. لكن نادي الزمالك لازم في البدايه خالص اللي موجودين في الملعب اول اللي هيتغيروا لازم يكون عندهم جديه في انهاء المباراه بشكل يليق باسم نادي الزمالك. نعم. انت لازم تكون في اصرار على احراز اهداف. نعم. ما تلعبش بهدوء كده. نعم. وخصوصا المجموعه اللي بتلعب لاول مره لازم يكون في اثبات للذات. ما انت دلوقتي بتقول انا عايز اكون موجود، انا صفقه رابحه ليك. يعني التغيير الاول عشان قدامي 30 ثانيه. التغيير الاول من وجهه نظري ممكن يكون مصطفى فتحي اللي يكون متواجد مكان صلاح ريكو.
مكان صلاح ريك ناحيه الشمال برضه. برضه الشمال. كابتن انا رايي مفيش تغيير في الاثنين مديرين فنيين، هيبداوا بنفس الشكل ويشوف كده اول بعد ربع ساعه الزمالك بعد ربع ساعه على حسب طبيعي ممكن يعني. على حسب ممكن تحصل اي حاجه، لكن غالبا اللي هيبقى ليه دور اكتر هو مصطفى فتحي. مصطفى ورمزي خالد مش هيجربه؟ اكيد يديله حتى على لازم المباراة؟ لازم لا بعد اكيد هيلعب النهارده رمزي خالد، لكن انا بقول لك اول تغيير بيفكر فيه النهارده هو مصطفى فتحي. نعم. مشاهدينا الكرام نذهب سريعا ونشاهد الشوط الثاني من هذه المباراه. نصر التعدين الزمالك متفوق بهدف مقابل لا شيء مع الزميل العزيز مؤمن عبد الغفار. ابقوا معنا.